يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده طريقة لفة جلاش جديدة وسريعة وهتطلع بشكل شيك قوي واحسن من الجاهزة، غير طبعا طعمها الرهيب. هنبتدي اول حاجة بالشربات. هنجيب معانا نص ليمونة، 3 كوبايات سكر، وكوباية ونص مية. تمام كده. هنجيب طاسة حلة اللي موجودة عندك، وابتدي انزل بالمكونات على البارد دلوقتي. السكر زي ما قلنا 3 كوبايات، وبعدها على طول كوباية ونص مية. وبالراحة قوي وانتي بتنزلي المية، مش عايزين السكر يبقى على حراف الحلة. وادي النص كوباية المية، يبقى كوباية ونص مية. تمام كده. شايفين؟ مش عايزين اي تقليب خالص عشان السكر ما يتراكمش على الحروف. وبعد كده تلاقي الشربات مخرز معاكي، اسيبه على النار. اول ما يغلي نبتدي ننزل بنص الليمونة. طبعا دي ليمونة كبيرة فانا مش هنزلها كلها، يعني هنزل منها معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة مية زهر، مية ورد، رشة فانيليا، انتي وراحتك او المتاحة عندك حطيها. انا حطيت مية ورد، معلقة واحدة بس. تمام. هي كلها على بعضها مش هتاخد 10 دقايق بالظبط على النار، وابتدي اطفي. تمام. اسيبه يبرد بقى، وابتدي اجيب صينية وادهنها شوية زيت واجهزها على جنب. معانا لفة جلاش نص كيلو، ومعانا سكر بودرة، ومعانا حوالي نص كوباية زبدة، ومعانا خلة الاسنان زي ما احنا شايفينها كده. ده كل احتياجاتنا. نبتدي نجيب صينية وافرد الجلاش معانا زي ما احنا شايفينه كده، وياخد ورقة واحدة بس مش اكتر من كده. وطبعا الجلاش مش هنسيبه كده عشان ما ينشفش، هنبتدي نجيب فوطة ونلف معانا الجلاش ونسيبه على جنب. وكل ما نعوز ورقة نبتدي نطلعها من تحت الفوطة. تمام كده. اهم حاجة عشان ما ينشفش معانا. وبعد كده نفرد الورقة الجلاش اللي احنا طلعناها، وادهنها بشوية زبدة خفيفة خالص من على الوش زي ما احنا شايفينها كده، وما تكتروش عشان ما تبقاش دسمة قوي عليكم، يدوب مسحة خفيفة زي ما احنا شايفينها كده. تمام. ومعلقة صغيرة من سكر البودرة، معلقة واحدة صغيرة، ما تكتروش اكتر من كده. حابة ترشيها بالمصفى زي ما احنا بنعملها كده تمام، حابة تعمليها رشة بايدك كده، يعني رشات خفيفة هتبقى حلوة برضو. زي ما احنا شايفينها كده نبتدي نوزعها كلها، يعني كل ورقة جلاش ادهنها زبدة، وبعدها على طول معلقة صغيرة سكر، وابتدي اضمها على بعض زي ما احنا شايفينها كده، يعني اقسمها نصين. الورقة معايا مظبوطة ومتسوية حلوة قوي. يلا بينا نبتدي نقسمها ل3 قطع. ادي اول قطعة وتاني قطعة والتالتة هي موجودة. سهلة كده لحد دلوقتي. يلا بينا نبتدي نشتغل. فاكرين بقى المروحة بتاعت زمان؟ هي دي اللي احنا هنعملها. يلا ابتدي ضمي الورق كده على بعضه زي ما احنا شايفين كده طبقات، هي شكل المروحة بالظبط اللي احنا كنا بنعملها واحنا صغيرين. وابتدي اضمها لحد ما الورقة معايا تخلص، وسوي ايدي وخلي شغلي منظم واحنا شغالين. تمام كده. وابتدي اجيب خلة وعلى الحرف كده، وابتدي ان انا ادخلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض، وافرد الحراف بتاعة الجلاش. هتطلع معايا وردة بالشكل ده. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ يلا بينا نرصها في الصينية. يلا نعمل واحدة كمان. انا بعملها على شكل مروحة. بص ما بتاخدش معانا يعني الصينية كلها او لفة الجلاش ما بتاخدش معايا حوالي 10 دقايق عماية. مفيش اسهل من كده ولا اشيك من كده. ابتدي اضم اخر قطعة كده زي ما احنا شايفينها كده، واي زيادات اي حاجة ابتدي ان انا اشيلها عشان الشكل في الاخر يطلع شكله منظم. وابتدي اجيب الخلة وادخلها في الاخر خالص، واطلعها من الجنب التاني وبالراحة كده على ايدي، ونبتدي نفرد الحراف بتاعتها بالشكل ده. تمام كده. يلا نعمل اخر واحدة مع بعض. هبتدي الف الجلاش زي ما احنا شايفينه كده،
واخر حاجة شايفين الحروف، ببتدي اتخلص منها واساوي ايدي واضمهم على بعض. لو حاسه ان في حته كده مش متظبطه ابتدي اظبطها من دلوقتي قبل ما تدخل الفرن وتنشف معايا. اتظبطت معايا ابتدي اجيب الخله وادخلها وبالراحه زي ما احنا شايفينها كده. واطلعها من الجنب التاني وابتدي افرد الجلاش من الحراف، تديني شكل المروحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، وده كده شكلها معايا. يلا بينا نرصهم في الصينيه. شكلهم تحفه صح كده. لو معايا جلاشه مقطوعه من النص كده زي ما احنا شايفينها هعمل ايه؟ هكملها برضو مفيش مشكله خالص، لان احنا لما بنيجي نتنيها مش بتبان. يعني ما تقوليش دي بايظه بتاع هتبوظ معايا مش هتطلع شكل الورده حلو، لا كملي وهتلاقيها زي الفل. انا قصدت ان انا اعملها قدامكم عشان لو في جلاش معاكي كده حتى لو طازه بتطلع معاكي واحده او اتنين بنفس الشكل، دخليها في النص كده مش هتبان خالص. تمام، هنعملها بالشكل ده ويطلع معانا احلى مروحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شكلها تحفه بحاجه بسيطه خالص، بتختلف تماما عن اي جلاش الواحد بيجربه قبل كده. جربوه والله مش هتندموا خالص، شكلها وطعمها تحفه، حاجه كده خفيفه طعمها لطيف قوي. خليكم بس معايا للاخر كده وهوريكم نعمل ايه. ده كده شكلها معانا، يلا بينا نرصهم في الصينيه زي ما احنا شايفينها كده. انا هخلص باقي الكميه كلها وتبقى معانا بالشكل التحفه ده. شايفين شكلها عامله ازاي في الصينيه. وابتدي بعد كده بفرشه كده ومن على الوش بشويه زبده وابتدي ادهن وشهم وادخلهم الفرن ويطلع معايا بالشكل الذهبي ده. عارفين الشربات اللي احنا عملناه في الاول؟ طبعا هي الكميه كلها انا مش هحتاجها، انا هحتاج شويه منها بس انتي الباقي بتحطيه في البرطمان وتحطيه في التلاجة بتخزنيه لاي وقت زي ده تكوني جاهزه معاكي. تمام، هبتدي امسك كل ورديه او كل مروحه من اللي احنا عملناهم وانزلها في الشربات زي ما احنا شايفين كده. حبه الطريقه دي، حبه مش حبه ابتدي رصي الجلاش زي ما احنا شايفينه كده وبمعلقه وابتدي رشيها كده واحده واحده. شوفي الاسهل ليكي واعمليه. انا مش عايزه اقول لكم ان الجلاش يتاكل كده تحفه من غير تزيين ومن غير اي حاجه. وبعد كده ببتدي اجيب الجلاش وبحرف الجلاش انزله في الشوكولاته وبعد كده السوداني او الشوكولاته وابتدي انزله بالفستق او مكسرات اللي عندي وتطلع معانا بالشكل ده. اتمنى تجربوها بجد تحفه والله، حاجه كده خفيفه قوي. ميكس الجلاش مع الشوكولاته مع المكسرات مدي طعم تحفه. تحسوا كده مش عايزين تبطلوا اكل فيها من كتر ما هي خفيفه. الحلو فيها طعمها حلو شكلها حلو ومش مكلفه. حتى الجلاش لوحده والشربات تحفه، جربوها كده مش هتندموا. اتمنى تجربوها وصحه وعافيه للي جرب، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.